في دروب الحياة لابد من شخص يرافقك تكن له مشاعرا تختلف عن باقي من تراهم، يقال له الصديق. يا صديقتي، سأخبرك بسر ما. حينما ترينني أقسو عليك مرة، أنصحك مرة، لا تغضبي وتدمعي وتختلقي ألف عذر لنفترق. هذا لأنني أريدك معي في ذاك النعيم السرمدي في الجنة. يا حبيبة الفؤاد، حينما أدعو أضم اسمك لمن أحب فأقول: يا رب، أمي، أبي، وصديقتي، ونفسي. هكذا أطهر وأنقى لي. هكذا هي المحبة، حينما نسرف بالدعاء لمن نحب وهم لا يشعرون. يا صديقتي، حينما أتعثر يوما أريدك بجانبي، أرفع رأسي فأجد كفك تتجه نحوي، تخبرني بأنني بخير، بأني أستطيع أن أكمل، لكن